السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معانا هنا في القناة. النهاردة جايين فيديو مهم جدا 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 عن اللي بيحصل في النادي الأهلي. النادي الأهلي قلنا إن كولر مش مكمل. الناس اللي متعشمة إن كولر مكمل في النادي الأهلي الفترة الجاية، لأ، مش هيحصل. كولر مش مكمل، واللي جاي مكانه جوزيه جوميز أو كارون. فانا بقول لك الاسمين اللي مرشحين جوه النادي الاهلي. طب حد يقول لي كارترون يا ابني بقاله كتير مش ظاهر على الساحه. لا، هو بيدرب فرقه فران اسمها اغاسان تقريبا، حاجه اسمها كده يعني الاسامي دي. فهي دي الفرق اللي بيدربها كارترون. وطبعا زي ما احنا عارفين انه جوميز بيدرب فريق نادي الفتح السعودي. لكن خلينا نتكلم ونبقى واضحين جدا قدامكم ان لو كولر كمل الاهلي هيخش في دوامه وحشه قوي. ليه؟ الاهلي اخر فتره احنا بنشوف الاهلي بيكسب بصعوبه. مش ده الاهلي بتاع التلاتة واربعة والخمسة والستة، مش ده الاهلي بتاعنا. لكن الاهلي اللي احنا فينه، واللي احنا يعني انا كمشجع في الكرة المصرية مش عارفه. انا كنت بشوف الاهلي كتير، وبشوف الزمالك وفرق كتير في الملعب، حتى في قدام الشاشات بشوف الاهلي فرقة صعبة. ومش سهل ان انت تعدي نص الملعب عندها. لكن انا بقيت اشوف اللعيبة تعدي عادي نص الملعب. يعني انت عندك اكرم توفيق مش مستوى نهائي، ولا ده اكرم توفيق. تمام. عندك امام عاشور مش في الفورم خالص. عندك مروان عطية كان احسن نص ملعب في مصر، لكن حاليا في لعيبه بتتفوق عليه ومش من القطبين كمان. انت عندك لعيبه في نص الملعب زي كان عندك اللي هو بلاتي توري، دبابه. كان عندك اليو ديانج ده، يا جدعان اليو ديانج ده ما ينفعش يطلع بره الاهلي. خلينا نقول الطلب اللي كولر قال عليه ان هو عايزه في النادي الاهلي صعب جدا. هو صعب جدا. لكن تخيل ان النادي عايز لاعب من نادي بيراميدز. هو عايز مين؟ هو عايز مصطفى فتحي واحمد الشناوي. شوف، احمد الشناوي ومصطفى فتحي، الاتنين دول الاهلي عاوزهم من بيراميدز. شوف، مصطفى فتحي واحمد الشناوي. طب ده يخليك تقول ايه بقى؟ ده يؤهلك ان في الحارس الاول مش موجود، اللي هو مين؟ محمد الشناوي. طب يا جدعان، طب الناس دي تعمل ايه؟ طيب الموجودين دلوقتي، انت عندك حمزة علاء، وعندك مخلوف، وعندك شوبير. التلاتة دول موجودين، وهزيد عليهم كمان احمد الشناوي لان محمد ماشي. تمام. عندك كمان ان هو عايز دونجا بتاع بيراميدز. الراجل هناك في الاهلي، يبقى هو كده عاوز دونجا بتاع بيراميدز مش بتاع الزمالك. هو كده عايز دونجا بتاع بيراميدز، وعايز الشناوي، وعايز مصطفى فتحي. يبقى هو عايز التلاتة دول. تمام. طلب من المصري عبد الرحيم دغموم. شوف، طلب من المصري عبد الرحيم دغموم ده لاعب قوي جدا. هو حاجة من ريحة بن شرقي. شايف انت ريحة بن شرقي دي حاجة يعني. بن شرقي ده اصلا حاجة كبيرة جدا ولاعب قوي جدا، ومش سهل يعني. بكلفة اسهلها باك يمين. راجل في الدوري القطري عامل شغل حلو جدا. قد كان بيقعد تريزيجيه دكة. وخلينا كمان نقول ان هو عايز باك شمال، وهو عينه على بنتايج ومحمد حمدي. الاتنين دول هو عاوزهم، والاتنين دول عقدهم يخلص اخر السنة. الستة الجاية الاتنين دول هتلاقيهم رايحين فرقهم التانية. هو عاوزهم. يعني هو مش بيتكلم على الزمالك، لا، هو بيتكلم على اللعيبة. عار للزمالك يعني يعتبر انا مأجر من عندك شقة، انا عايز الشقة دي لما تخلص. بس مش هاخد اذنك انت، لا، انا عايز اذن صاحب الشقة اللي هو صاحب البيت. يبقى انا عاوز بيلج من فرقته سانتي اتيان، وعايز كمان محمد حمدي. دول ابرز اللعيبه اللي عاوزهم كولر. نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.